السلام عليكم. في سنة 2024 وبالتحديد في محافظة الغربية وصل اتصال لمركز الشرطة وحد بيقول الحقنا يا باشا، احنا دخلنا البيت ولقيناهم متقطعين والكلاب بتاكل فيهم. الكلام ده بالتحديد كان في خامس أيام عيد الأضحى. الضابط هنا ما كانش فاهم أي حاجة ولكن سأل الراجل اللي بيكلمه، قال له انت مين ومكانك فين؟ فالراجل هنا رد عليه وقال له يا باشا أنا في قرية رستم. وهنا بقى الخط قطع. الضابط اتأكد إن فعلا في مصيبة وعلى طول جمع القوة بتاعته من الشرطة واتحرك على عزبة رستم. وأول بقى ما وصلوا لقيوا الأهالي متجمعين قدام بيت معين. نزلوا على طول من العربيات وبدأوا إنهم يوسعوا الأهالي من المكان ده، وأول ما قربوا من البيت شموا ريحة وحشة جدا، وكمان كان في دخان طالع من الشبابيك. فالشرطة على طول اقتحمت البيت ده، وأول ما دخلوا شافوا أسوأ منظر ممكن حد يشوفه في حياته. فلو قلبك خفيف وبتخاف من الأحداث المروعة دي أتمنى إنك تخرج من الفيديو دلوقتي. وطبعا ما تنساش اللايك بتاعك لو هتكمل معانا الفيديو. البيت اللي بنتكلم عنه النهاردة كان متكون من 4 طوابق وجنبهم كان فيه حظيرة مواشي كبيرة. المهم الشرطة لما وصلوا المكان ده شافوا الرعب في عيون الأهالي، ولما اقتحموا البيت ودخلوا شافوا بقى منظر عمر ما حد فيهم شافه قبل كده. شافوا أعضاء بشرية متقطعة ومرمية على الأرض، وكمان الدم كان مغرق كل حاجة، حتى الحيطان كان عليها دم، وكان في مجموعة أكياس سودا كتيرة. ولما بدأوا يفتحوا الأكياس دي برضو لقيوا جواها أعضاء بشرية تانية، والعظم كمان كان مغطي المكان كله. فعلى طول الشرطة هنا جابت البحث الجنائي عشان يثبت إن الأعضاء دي بشرية ولا مش بشرية. فالطب الشرعي هنا خد عينات وأثبت فعلا إن العينات دي بتاعت أجزاء بشرية، وطلبوا من الشرطة إنهم يدوروا لأن في أعضاء كتير ناقصة. هنا الشرطة بدأت تنتشر في المكان عشان لو في أي أعضاء تانية، ولكن البيت نفسه ما كانش فيه أي حاجة. وهنا بقى ضابط دخل الحظيرة اللي جنب البيت اللي اتكلمنا عنها، ولقي إن في نار مولعة والدخان طالع منها. بدأ إنه يطفي النار ده ويقلب فيها يمكن يلاقي أي حاجة، وبالفعل لقي إن في قطع لحمة متفحمة. والنقطة دي مهمة فخليك فاكرها. المهم نرجع للبيت تاني. في ضابط من الضباط برضو نزل الدور الأرضي ودخل غرفة كانت مقفولة. لما فتح الغرفة دي بص بعيد وشاف تلاجة. فضوله خده وراح يفتح التلاجة واتفاجئ بتلات أكياس سودا ملموم عليهم دبان وشكلهم مريب. المهم فخد التلات أكياس دول ما فتحهمش وطلع بره عشان يفتحوا قدام المجموعة كلها. ولما فتحوا الطب الشرعي الشنط دي اتفاجئوا واتصدموا صدمة عمرهم لما شافوا 3 رؤوس بشرية خارجة عليهم من الأكياس، 2 لستات وواحدة لطفل صغير. المهم بقى إن الشرطة خدت كل الأعضاء والأكياس اللي لقيوها وكمان الأعضاء اللي لقيوها في الحظيرة جنب البيت، خدوا كل ده وودوه المشرحة وقالوا للطب الجنائي إحنا عايزين نحدد ايه سبب الوفاة. وبدأت الشرطة انها تسأل الاهالي مين الاشخاص دول والبيت ده كان بتاع مين. وتعالى بقى نعرف مين اللي كانوا ساكنين في البيت ده. البيت ده كان بتاع واحدة اسمها بدرية. بدرية كان عندها 52 سنة وجوزها متوفي من 2019، وعندها 3 عيال. الأول 29 سنة، والبنت اللي بعديه 25 سنة، والأخير كان عنده 19 سنة. وللعلم أمنية اللي عندها 25 سنة كانت متجوزة ولكن اتطلقت ورجعت تعيش معاهم في بيت أبوها. طيب تعالى بقى أقول لك الناس دي كانت عايشة إزاي. إحنا عرفنا إن الست بدرية دي جوزها كان متوفي من 2019 وساب لها مسؤولية كبيرة لأن كان عندها 3 عيال وبتجوز منهم كمان، ده بجانب إنه كان سايب لها قطعة أرض زراعية وهي اللي بتروح تزرع وتشتغل فيها، وكمان كان سايب لها المواشي اللي إحنا قلنا عليها اللي في
الحظيرة جنب البيت. ولما بنتها أمنية اتطلقت بقت بتشتغل معاها، يعني مثلا تعمل الأكل تنظف البيت وهكذا. وأخوهم الصغير اللي كان عنده 19 سنة كان مهتم جدا بدراسته. كده احنا عرفنا أمنية وعرفنا محمد اللي كان عنده 19 سنة. وتعالى بقى للأخ الكبير. الأخ الكبير كان اسمه سامي وكان متخرج من كلية حقوق، وبعد ما اتخرج بسنتين اشتغل على طول في مكتب محاماة، وقعد شغال في المكتب ده لمدة 4 سنين كاملين. ولكن المدير رفضه، وده بسبب إنه شاف إن سامي ده مش متزن عقليا. المهم بقى إنه بعد ما اتطرد من مكتب المحاماة ده قرر إنه يدور على شغل برضه في مكاتب تانية، ولكن كل المكاتب كانت بترفض إنها تعينه، لحد ما قرر إنه خلاص هيسيب المجال ده كله وهيروح يشتغل مع والده في الأرض الزراعية بتاعتهم. لحد بقى ما جت سنة 2019 لما والده اتوفى. وهنا بقى حال سامي اتغير للأسوأ. ليه؟ كان دايما بيعمل مشاكل مع بيته وبالخصوص مع أمه، وده لأنه كان عايز يبيع الأرض وياخد حقه في الورث، لدرجة إنه وصل بيه الحال إنه في يوم من الأيام مد إيده وضرب والدته. هنا بقى والدته قررت إنها تاخد خطوة وتكلم قرايبهم ويعملوا قعدة حق في العزبة اللي هم فيهم، وبالفعل جمعوا ناس كبيرة من العزبة وعملوا قعدة الحق دي، وانفصلوا وقرروا إنهم خلاص هينفصلوا عن بعض، وإن سامي هنا هياخد حقه في الورث اللي كانت عبارة عن شقة في البيت اللي هو كان 4 أدوار، وياخد حتة من الأرض الزراعية. ومن هنا بقى قرروا إنهم ينفصلوا، هو قاعد في الشقة في حاله وأمه وإخواته قاعدين في الشقة اللي تحت خالص في حالهم وملهمش دعوة ببعض خالص. طيب هل بقى بعد قعدة الحق دي الأمور بقت تمام؟ هقولك لأ، المشاكل قلت ولكن فضلت موجودة. من بعد 2019 لحد 2024 كل يوم كان لازم يبقى فيه مشكلة، لحد بقى ما نيجي لتالت يوم في عيد الأضحى. هنا الناس لاحظوا حاجة غريبة، إن الست بدرية وعيالها الاتنين مختفيين ومش موجودين، مع إن الست بدرية كانت كل يوم لازم تخرج الصبح عشان تروح الأرض الزراعية بتاعتها. ولكن بقى الأغرب إن الناس شموا ريحة وحشة، وكمان لاحظوا إن في دخان طالع من جوه الزريبة بتاعتهم. المهم بقى الناس عدوا الموضوع أول يوم، ولكن بقى في رابع يوم عيد ضحية برضه اتفاجئوا إن الست بدرية وعيالها الاتنين مش موجودين، ولكن الموجود الوحيد فيهم كان ابنها الكبير. وكانوا لسه بيشموا برضه نفس الريحة الوحشة طالعة من الزريبة، والدخان كان كتير لدرجة إنك لو واقف بعيد جدا هتشوف الدخان ده. فسألوا هنا سامي، قالوا له هي فين الست بدرية؟ هي ليه ما بتظهرش؟ قال لهم عشان هما التلاتة جالهم حالة تسمم ودلوقتي هما قاعدين واخدين راحتهم، وانا اللي بخدمهم وبجيب لهم الاكل. هنا بقى سامي كان عايش حياته طبيعية لدرجة انه كان بيروح يصلي، ودي كانت حاجة غريبة اصلا عليه، وكان بيروح يشتري اكل عادي عادي جدا، وكان بيروح يجيب عصير، وكان عايش حياته عادي ولا كأن فيه اي حاجة. اليوم الخامس بقى هنا اهل المنطقة شموا ريحة قوية، ريحة كانت وحشة، وكمان الدخان اللي كان طالع من الزريبة اللي بيربوا فيها المواشي كان كتير جدا، لدرجة إنك ممكن تتخيل إن الزريبة والبيوت اللي جنبيهم بيولعوا. هنا بقى أهالي العزبة قرروا إنهم يتجمعوا قدام البيت ويخبطوا عليهم، ولما قعدوا يخبطوا على الست بدرية ما كانش فيه أي حد بيرد، وكان فيه دخان كمان طالع من البيت. قعدوا ينادوا على سامي ابنها الكبير، ولكن سامي ما كانش موجود وكان خرج راح مشوار. هنا بقى أهالي العزبة قرروا إنهم خلاص هيكسروا الشقة، وأول ما كسروا الباب بتاع البيت لقيوا الدخان وشموا الريحة الوحشة اللي جاية من جوه. قرروا إن محدش فيهم هيخش جوه، وده إنهم ما يعرفوش إيه اللي مستنيهم، ولكن قرروا إنهم يبلغوا الشرطة. لما الشرطة بقى سمعت الكلام ده من الناس اللي موجودة كان قدامهم مشتبه وحيد بس، وهو سامي ابنها الكبير. قعدوا يدوروا على سامي ملقيهوش، سامي اختفى. وعلى طول عملوا دوريات أمنية وقدروا إنهم يتتبعوه، وبعد 48 ساعة قدروا فعلا إنهم يقبضوا على سامي، وكان موجود في بلطيم بيصيف عادي، وكان مستخبي وسط الناس اللي رايحة تصيف هناك. ولما قبضوا عليه بقى وبدأوا يحققوا معاه اعترف بكل حاجة وقال
أنا اللي عملت فيهم كده، أنا اللي قتلتهم وبدأت أقطّع أجزائهم، وقال كمان حاجة غريبة، قال أنا كنت باخد قطع منهم وبارميها في الشارع وأنا ماشي، هو قال كده فعلًا، وقال كمان كنت بادفن قطع منهم في الزريبة وكنت بادّي للكلاب قطع تاكلها، وكمان فصلت العضم عن الجسم بتاعهم عشان أعرف أتخلّص منه براحتي. طيب أنت ليه عملت كده؟ قال عشان كنت عايز آخد الورث كله لوحدي. هنا الشرطة وهُم بيحققوا معاه كانوا قاعدين مصدومين، اللي إحنا قاعدين قدامه ده أكيد بني آدم مش طبيعي. وبعد الاعترافات اللي قالها دي قررت الشرطة والنيابة على طول إنهم يحولوه لمصحة نفسية عشان يتأكدوا من صحة قواه العقلية. وطب فاكر لما قلت لك في أول مرة التلات أجزاء اللي لقيهم في البيت أول ما دخلوا؟ هنا بقى نعرف إن سامي قبل ما يعمل أي حاجة خدر إخواته وأمه، وبعد ما خدرهم بدأ إن يقطع فيهم واحد ورا التاني. أتمنى تكون القصة عجبتك، أنا عارف إنها قصة مأساوية ولكن إحنا بنحكي قصص حصلت فعلا على أرض الواقع. أشوفك بخير إن شاء الله وسلام.